عارف ان الايميل ممكن يكون اضعف نقطة في شبكة شركتك؟ التهديد بيبدأ من كليك واحدة من موظف مش واخد باله، لكن في حلول قوية زي باراكودا وبروف بوينت تقدر تمنع ده قبل ما يحصل. في الفيديو ده هنقارن الحلول دي ونشوف مين فيهم الأقوى فعليا. اكتب لي جاهز في الكومنتات لو عايز تعرف أنسب نظام ايميل سيكيورتي يناسب شركتك. أنا عمرو جمال وبقول لك من خبرة، أكتر اختراقات شفتها في شغلي بدأت من إيميل. كل شركة لازم يكون عندها إيميل سيكيورتي، مش بس فلترة. وندعي من قلبنا لأهل غزة، ربنا يحفظهم ويثبتهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل النظام اللي عندك بيكشف الإيميلات المزيفة؟ هل بيفرز المرفقات المشبوهة؟ هل في ساند بوكس يقدر يحلل الرسائل قبل ما توصل؟ ولو حصل تهديد، هل في رد فعل تلقائي؟ لو لا، يبقى أنت بتراهن على الحظ كل يوم. الباراكودا ايميل سيكيورتي هو نظام بيحمي البريد الإلكتروني من التصيد والبرمجيات الخبيثة والروابط الضارة، وبيفلتر الرسائل قبل ما توصل للمستخدم. بس هل ده كفاية؟ ولا في أنواع من الرسائل ممكن تفلت؟ خليك معايا. الإيميل هو أكتر باب بيتفتح للهجمات، بس فين الفلترة؟ فين الحماية من الزيرو داي؟ هل النظام عندك يقدر يفهم الفرق ما بين بريد حقيقي وهجوم متخفي؟